تعودت عليه انت؟ عادي، صار عادي الحين. ياخذ تقريبا حوالي ساعة لا ساعة؟ لا ساعة يعني. أنا من البيت لهناك 45 دقيقة، يعني ساعة إلا ربع، وأحيانا شوي شو اسمه 40. ما صادمك شيء بالدرب هذا اليوم له موقف شغله صارت هذا يعني البط دائما يصيروا مواقف والله سبب الطريق هذا. بس الله يفكنا ويفك ربعنا شر هالطريق. أنا ما أتكلم عن هذا الحين السادس، إحنا أنا أتكلم عن الطريق السامي هنا، اللفات هذه. الشباب شوف الحادث، شوف قاعدين نتكلم طالع. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه. شوف حوادث. عشان انت دائما تشوف الحوادث، يعني دائما كل ما تروح الدرب هذا تشوف حوادث. والله شوف الحادث، شوف سبحان الله، انت قاعد تتكلم قال الحوادث قدامك يعني. الله يستر على اليوم، الله يستر علينا. الله يحمي الجميع ان شاء الله، الله يحمي الجميع ان شاء الله. سليم ان شاء الله، وان شاء الله ما نشوف حادث يعني. لان حتى خط سامي مثل ما قلت يعني هذا الخط اكشر هذا. الله يهديهم السرعه هذه. زين الحين مجاري الحين جاي الموسم طبعا خلاص. الحين احنا التاريخ 10 2 10 1 10 الحين ماشي. فشو هالسنه ما ادري هالسنه شنو طموحك شنو؟ والله انا طموحي الحمد لله يعني، انا ما يعني انا انسان متفائل، وطموحي ما يوقف عند حد معين، ما يوقف عند حد معين يعني. وان شاء الله للامام يعني. الله يوفق الجميع ان شاء الله. مشاري ابي طبعا ابو ذمان ما شاء الله مال الكويت طبعا ما شاء الله غني عن التعريف يعني صراحه. الحمد لله، هذا كله من فضل اهل الهواة. اذا هو على قولتنا يعني اذا مر ثلاثه وانت الرابع ما شاء الله، هذا يدلك انه طيب زين، ما ودك يطلع من احد. والدليل انه صارت عليه منافسه بالسعر بالمشترى. حتى سنافي قال لي مره انا قعدت وياه قال لي حقيقه اليوم شفته قال انا صراحه وانا رايح بيتي ببالي الطير هذا ما ارتحت، يومين 3 ايام ما ارتحت. بعدين خذيت معاي الاخ ابو علي وعبد الله بلاحي ورحنا شفناه وشفنا شوفه طيبه. عبد الله بلاحي يقول لك من يوم شافه ما نام سنافي يوم ان سنافي حط. والله شوف ابو نواف يعني ربعنا ما شاء الله لله الحمد يحبون الزين، واذا شافوا شيء زين يعني ما يسكتون يعني. هذا صحيح. واحد يشوف امامه، واحد ما يصبر. فانت قبل ابو ثمان يعني كان عندك شيء قبل ابو ثمان يعني انا ما حكيك عن سنين انا الحين حاليا، لا انا حكيك من اول ما بديت بالحمام. شوف انا اعطيك اياها باختصار. ابو نواف انا يعني سبحان الله يعني ما في موسم كملته، صار لي سنين الحين كم سنه بتطالع يمكن 4-5 سنين، خليني اقول لك لا 4-5 سنين هذول اخر شيء ما في موسم كملته يعني. يا اني مسافر يعني سمعت انك رايح علاج رحت كذا مره يعني. انا وايد سافرت يعني، يا عن طريق دوامي يا عن طريق علاج يعني اني رايح اعالج يعني. انت ليش تروح بعيد؟ الموسم هذا اللي طاف انا كم مره سافرت يعني. شوف عز الموسم يعني مو تقول العام نفس الشيء يعني. كذا موسم يعني انا موسم شهر 1 انا مسافر يعني. ظروف سبحان الله الحمد لله. هو شهر 1 عاد اول مره لكن الواحد يرحمه بس الله يعينك يعني. الواحد الحمد لله على كل حال. زين تأمل العيال زمان ان شاء الله يعني يطلع منهم حمام زين. والله
انا اقول وما توفيقي الا بالله رب العالمين. يعني انا اللي علي اسويه وباجي على الله، يعني ما تدري. مشاري بالنسبه للطروب اشوف اكثر شيء يعني انت طبعا طير زين ما يركب الحمام زينه. الطير زين اللي بيجني منه لازم يتحقق من تراتيبه، يعني يتحقق من النثيه. يقول لك انا ابي لازم النثيه اللي انا شفتها وانا لا بدي اخذ من هذا بضمان على طروب، معنا طروب نثيه يعني احنا عارفين النثيه تفرق عشان تلحق. هل الدوس اكثر شيء على طروب؟ سوري. هل الحجز اكثر شيء افرديه الحجز اللي يطلب لك العالم على طروب ولا انسان ثاني؟ والله شوف، يعني بالنسبه حق الحجز نتكلم على الثاي. انا الحمد لله ركبت ضمان على ثاي انا عارفها، يعني انا ما ركبت الا اثيب جناحه، وانا بقناعتي انا لما اركب ما اركب على افكر انه والله ابو نواف يجيني يشتري مني ولا هذا يشتري مني رغبه. ما اركب يعني مثلا انت راكب سوق خلينا نسميه اطلبوا مني انا ما اركب. انا خطي واضح، انا اللي امشي عليه. انا اركب شنو اللي انا ابيه، شنو انا اشوف حمامي انا اولى فيها، انا ادرى فيها. يعني انا اعرف حمامي شنو. يعني مثلا الحين تجيني انت ابو نواف تقول لي والله، انا اقول لك والله مثلا طروب، ما تدري عن طروب. لا خلينا نطلع من طروب اني على نفيه ثانيه. رتاج مثلا ما تدري عنها، ما سمعت عنها او ما شفتها، فما تدري. يعني انا ما الومك، انا التمس لك العذر يعني، لكن بنفس الوقت انا اللي ادرى، يعني انا اعرف حمامي. اي فلله الحمد، يعني الحجز فوق الطيب، لكن الاغلبيه طبعا طروب بالدرجه الاولى ورتاج اللي هي مريشه. اذكر الاسامي اللي ركبت عليها اسال الانثاي قصدك اللي ركبت عندك طروب. اي طيرتك الزين اللي شريتها هذه انا شريتها اول العام 5000. اي نعم. من منو اخذتها؟ اخذتها من ايمن الشرهان. اي نعم، وطارت عندي الحمد لله، يعني عليها صيت قوي الحمد لله، لان الناس شافوا. يعني انا الطير اللي اشتريه لازم الناس تشوفه، يعني فانا ما اشتري علشان اني احط يعني انت شريت تحت جمهورها، يعني ما انا شريتها وجبتها واشتغلت الطيره وطارت عندي وشافوها وايد عندي. اي الحمد لله توفقت فيها. يعني بالنسبه الرتاج شريته من اخوي ابو نواف عادل سنافي، امسيه بالخير. هذا والله رجل مبروك والله يا اخي، والله انا يعني شهادتي مجروحه ابو نواف، يعني ريال يخجلك للامانه، ريال كله ذوق ولك صورا بالباجي يعني. لكن هذا الانسان يعني لو جيت بشتري منه وانا مغمض. يعني انا ابو ثمان شوف للعلم، يعني قبل لا استلم الطير انا مسلم فلوسه كامله. انا اللي حسب الاتفاق سلمته فلوسه كامله، ما قلت انا ها ما ها وباكر وذاك، لا اخوي، لا، لان الحمد لله اللي جازم طبعا اللي جازم وبعدين ما يرد شيء، بعدين جبيلك يعني لما يكون مثل ابو نواف يعني ما تحاتي. ريال خايف والله، واللي خايف والله ما تخاف منه. خذيت منه مريشه. اي نعم. خذيتها بيع انت شاريها؟ اي نعم، بعتها بالموسم نفسه يعني. بعد نفس الموسم؟ اي نعم. زين بالنسبه للصاج انا صراحه لو بقول انا شايفها. لا انا بقول لك انت شايف. لا انا بقول لك لا تقول لو اقول، لا انت شايفها، لان انت لما تتكلم غير لما انا اتكلم. انا شايفها. شوف يعني انت واحد من اللي كانوا موجودين وشافوها. يعني عندك مسج اسمي بعد. وجزاك الله خير، يعني انا ما انسى المسج اللي. لا يا اخي تصدقني الطير الزين والله العظيم، الطير الزين يا جماعه والله صدقوني والله الطير الزين دائما يكون بالبال ما ينسي لو بعد سنين. يعني لو واحد يقعد 15 20 سنه لو تذكر له تقول له الطير فلان تعرفه، قال لك عارفه وشايفه وكذا وكذا. اللي يشوف بامانه، اللي يشوف انا اقول لكم الله سبحانه وتعالى اذا اعطى احد خير لابد ينذكر مني ومن رعيه. وانا اذكر ان هالطيره هذه طيره زينه كلش، شفتها
طيبه كلش ما عليها اي ملاحظات. زين احنا خذيتهم ريشه. طبعا الريشه خذيتها على مماري، انا ما سمعتها، ما شفتها بهوازين. شريتها من سنافي نقلتها عندك، احنا شفناها شوفها زينه ما شاء الله. هل الحين اقبال عليها بعد نشتروا ولا بعد ان شاء الله الموسم هذا الجاي هذا؟ شوف انا بس للعلم يعني انا مريشه ما شفتها عند ابو نواف. انا كان يعني بيعة ابو نواف كانت بالموسم، فسالت ابو عبد الرزاق، قلت له ابو عبد الرزاق الحلابيج، فسالته قلت له ابو عبد الرزاق انت شايف الحمام؟ قال لي والله مشاري انا شايفهم، بس انا شايفهم يعني مثل ما قلت مواري، كان هوا خفيف. قلت شنو فيهم؟ قال والله فيهم ريشه وفيهم كان في حمر بعد نازل بالبيع رقم 2، ورتاج اللي هي مريشه كان رقمها 16 يعني ما انزل. فصارت البيعه وجزمت انا واخذتها ب1500 يعني، شريتها طيرتها. واللي توني قاعد اقول لك الواحد ظروفه كان سافرت. اي صح. اي اخذتها كنا بشهر 3 شهر 2. شهر 2 اي شهر 2 اخر 2 انا سافرت الموسم هذا اللي طاف. اي رديت عاد وجابلت شو اسمه طيرتها ولله الحمد وتوفقت فيها يعني شروه مبروكه. وقلت لك انا من رجل مبروك يعني الحمد لله. انا بس للعلم يعني انا مو تقليلا باجي ربعنا كل ربعنا فيهم خير وكلهم على راسي يعني، عرفت شلون؟ لكن بالنسبه حق ابو نواف يعني اول شيء تعامل صعب، ويعني كل من يتمنى صراحه ياخذ منه. ابو نواف خوش رجل فعلا لا باع شيء، الله سبحانه وتعالى. وللعلم يعني ابو نواف كلمه بقولها بحق هالرجل هذا للامانه يعني، ابو نواف رجل يعني يمثل الهاوي فعلا الحقيقي يعني للهوايه. شلون تقول لي شلون؟ انا بقول لك شلون. ابو نواف طبعا في شغلات انا يعني بيني وبين نفسي لها قيمه لها تقدير، اقدر هالاشياء هذه. يمكن ما ادري ايش اقول، لكن بالمختصر انا اقول لك اياها. ابو نواف ريال باعها استلم فلوسه، ما وخر ما صد، لا هم لقيته قدامي، عارف شلون؟ لقيته قدامي يعني. ف سمعت فيك موقف يعني موقف طيب. مواقف. اول شيء ابى اسالك عن هذه، بس هذيك طيب صراحه الواحد ما صعب اني انا اطير من شخص وفوق هذا كله يعطيني ولده. ليش؟ لانه صارت في صارت بيع وانت لو ما تطير ما كان عندك. لا لا مو كذي، لا تعطينا تفاصيل. لا انت تبي تطلع كل شيء انت ما يصير. لا 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 هذا موقف طيب. لا مو كل شيء ينقال يعني. موقف طيب هذا. اي بس مو كل شيء ينقال يعني. انت ادري انت ما كنت تتوقع وانت يا رجل. لا شوف انا اقول لك موقف صار، انا هم نرجع على السفر. الموقف اللي صار انا كنت مسافر يوم كنت بالمانيا. فكلمني دق علي ابو كارم فقال لي ابو مشاري عندنا بورصه وهذا ونبيك تسجل تنزل لنا من بوثمان هذا. انا قلت له والله انا مسافر الحين وما اعتقد يعني. قال لا نبيك تنزل وطير العالم شايفته وكذا ويبون يعني رغبه. فالمهم قلت له ان شاء الله سجل اسمي وان شاء الله شوف. قلت انا على اساس على ما ارجع اشوف شنو. يوم رديت ولا تفاجأت ان ابو نواف اخوي عادل سنافي لا مكلم قايل سجل جمال. انت بدون علمك؟ بدون علمي نعم. سجل جمال واذا ما عنده ينزل من بوثمان انا انزل من اللي عندي على والحساب جمال لحسابه يعني. هذا شيء اي يعني هذا فحل مني انا بنزله بالبورصه باسم جمال خرشيد وحساب والحسابه الحساب ابو مشاري. المهم انه ينزل. المهم انه ينزل من بوثمان. بعدين قلت والله يا اخوي انا عاد هني احنا خلصنا يعني سجلت وكذي. فبعدين عرفت اسالك عن رجل تعزه بعد ما تلتقي
فيه، ورجل قبل ما تلتقي به تعزه. أبيات 5 أو 6 عندك على قلت لك عرفت وجيه ويا قلهم لا قلت قدر ومعزه. رجل تعزه بعد ما تلتقي فيه، ورجل قبل لا تلتقي به جالس مباديه، ورجل فلوسه بالمجالس ترزه، ورجل يموت ولا يجيبون طاريه، ورجل يجي طاريه في كل حزه، ورجل ضعيف ويستفزه معاديه، ورجل كلام عداها ما يستفزه، ورجل يهزه بعد موقفه ويشقيه، ورجل ما هو بيات موقفه يهزه، ورجل تلزه يعترف يلزه، ورجل يوزونه ويزعل بن يخيه، ورجل يزعل من يحاول يوزه، ورجل تكزه لازم انك توصيه، ورجل بليه ما توصيه كزه، من لا فرش المرجله ما تغطيه، ومن لا يخزه الناس ما حد يخزه. جواك الله يخلص. في معنى ومفهوم الإحسان حتى امطرت واسمي بصدري وصيفي، وسهرت لين اقبل مع الصبح الاذان، وذبحت له شيطان واكرمت ضيفي. هذا وانا مذنب وعاصي وغلطان وغاوي ومغويني على الغي كيفي، لكن علي حال انا ظل انسان واعكس ثقافة ما يدور بمضيفي، ساكت لكل جرح موغل وفتان، يفضح سكوتي ما نطق به نزيفي، تناقضي رحمة وكتماني إذعان، الأشياء أكبر من حروفي وسيفي. راح العمر وفلان ما عاده فلان، وللحين أنا هذا وهذا رصيفي، محطم ومكسور ترقى وجنحان ومرهق، واحس بثقلي وثقل حيفي. والظلم بالدنيا له اشكال والوان، والاظلم من المظلمه من وليفي. اشوف بوجيه الرغبات خذلان، وجثمان حلم كان دايم حليفي. من العدل تتساوى الاساءه بالاحسان في ذا الزمان اللي غموضه مخيفي. ومن الخيانة إني أبات شبعان ويموت جوع وقل حيلة رديفي. إذا رغيفي جبته ببرد ذرعان، باكر تجي ذرعان تاخذ رغيفي. أنا اشتراكي طبع وابحث عن أمان، ياخذ من المستضعفة للضعيفي. ماني بطالب علم طلاب الإيمان، وذخرت له دمعة وقلب نظيف. العلم بحر واكثره لابن فوزان، وخلى سواليف الضحى للعلم. وثمان. اي نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف جسمها شلون، والله جسمها شلونه ما شاء الله، بين ما يحتاج. لا اله الا الله تبارك الرحمن ما شاء الله. ابو مشاري انت دائما يعني تشوف الجسم وتشوف كذا تدقق عليهم طبعا يا ابو ثمان. زين هذا حج ولا ان شاء الله يطير عندك في البرج؟ لا هذا حج، هذه مبيوعه خاصه يعني. مبيوعه اي بس انا قبل لا اسلم نعم اشيك على الحمام يعني على طول يومي، امر اشوف اقلبهم اشوفهم شنو فيهم شنو ما فيهم. وتعطي طبعا كورسات وتطعيم؟ طبعا الحمد لله يعني ما اعطي الشخص اللي يشتري ما ياخذ طيرته الا هو ان شاء الله مطمن يعني. مطمن يعني ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. ابي بخصوص ابو ثمان شلون التفريخ؟ زين طبعا احنا قلنا بتفريخ طيب، بس انت الان قاعد تجرب التفريخ. اي نعم. فما شاء الله يعني اشوفك ابو ثمان يعني طبعا للحين عليه طلب. والله الحمد لله يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا فضل من رب العالمين يعني. لا وتوفيق من الله يعني،
مواقف الربع ما قصروا يعني، على قناعه، اهم شيء على قناعه. اشوفك ما شاء الله يعني اشوف الجسم تنقي لهم الاجسام الطيبه اشوف. والله لهم الاختيار. اي لهم وهم اللي يختاروا مو انا اللي اختار. اي بس منك انت من نفسك شلون؟ من نفسي يعني طبعا، انا بديهم على نفسي يعني. الاجسام وهذا اهم شيء طبعا اهم شيء ربعنا يعني، وربعنا يستاهلون. تبي رضاهم طبعا اكيد. طبعا. زين اول شيء رضا رب العالمين طال عمرك. طبعا اكيد ماكو شك. تدري هاي توفيق من رب العالمين. طير اذا تاخذه انت بطيره وتلوته كنا انا اللي ملوته، في النهايه هذا شيء لصالحي انا. اكيد طبعا هذا يعني ما يدل ان تدل الطير الزين لابد الواحد وده يعني يشوفه بصوره زينه ويشوف عياله. ان شاء الله. عسى الله التوفيق من الله يعني. عسى الله يوفقك. زين هذا الطير الحين طاب وخالص طبعا. اي نعم. تودي وين القفص؟ تودي القفص طبعا هذه الحين ناتيه عقب قصه مخصوصه. طبعا توديها القفص تقطها بالقفص هناك. طبعا عازل ما شاء الله عازل. عيال ابو ثمان عازلهم طبعا على اساس هي كامانه عندك يعني حج وكذا. لا مو سالفه العازل، اللي مبيوعين يعني لازم حق الناس طبعا حقوق هذه يعني اللي اخلص منه هذا مبيوع والله، مثل اسجله باسم فلان سجله باسمه. اي يعني بعضهم نعم ما ياخذ طيرتك وخلها شوي على ما تاخذ وضعها اي خاصه الحين احنا بواحد 10 طبعا يعني ودك انت الواحد طبعا يجيك يلقى طيرته جاهزه عندك. اي نعم. صحتها زينه مطعمه وماخذه كورس على اساس هذا اهم شيء عندنا. هذا اهم شيء اهم شيء هذا. لا يمكن انا ما اقبلها على نفسي اني انا اسلم طيره واشك يعني، مو لو شكيت فيها اقول له خلها. ما تسلم هي. ما اسلمها، لا ما اسلمها. حتى لو اصر انك قال كلام لا ما اسلم شيء، اطلع شيء من الذمه يعني، ابري ذمتي يعني بيني وبين رب العالمين. طبعا صعدت فرق ابو ثمان. اي الحمد لله يعني صعدنا بس مو ذاك شو اسمه. يعني انت بلا شويه صبر. طبعا عسى الله يعينك الحين جايك الموسم المقبل هذا عليك الحين. طبعا ابو ثمان الناس منتظره يعني ناطره متى ابو شاري. والله شوف يا ابو نواف، انا بقول لك شغله، لله الحمد انا اطلب شغله واحده بس، توفيق من رب العالمين. بالنسبه لي الحمد لله الامور طيبه وكل شيء عسى الله يوفقك على ما يرام. بعدين بس بعد تبي صبر الناس عليك يعني. الطير 4 مواسم يطير من برج ثاني يعني من برج لبرج، واضح الطير عود 4 مواسم يعني صبر يعني تأني على قولتهم. الناس من حقهم يا ابو نواف، كل واحد شرى مني من حقه يعني. نعم. لان لابد انه يبون يشوفون بس هم الصبر مطلوب. هذا شيء راجع لهم يعني. في من يصبر وفي من في عجله شوي. طبعا لا هو الان احنا ما نعرف العجله على قولتهم، العجله ما راح الا الندامه صراحه. احنا دائما نحرص ان الطير زين يبين بصوره زينه. انا اقول لك حتى لو كان انا اقول لك عفوا كل شيء بوقته حلو. كل شيء بوقته. اي كل شيء وقته. نعم. لا نسبق الاحداث وفي العجله الندامه ونخوض. اي صح هذا كلام مضبوط يا مشاهد. اي نعم. زين خلينا نشوف طروف وينها ممكن. طروف ممكن بس ناخذ ان شاء الله. عامر ليش البيضة لا هذا اذا كان يعني البيض خربان ولا شيء لازم يعزله. لازم يعزل البيض الخربان ويحط البيض المصمل تكون الحمام جسمه. هذا طبعا مو شاري. لا الله ما شاء الله. عسى الله يوفقك فيها اجمعين. ما شاء الله لا اله الا الله. طبعا طروف ما شاء الله يا جماعه. طروف طبعا اخذت لها صيت واعلام قوي من فضل اهل الهواة. وبعدين ابو شاري ما شرى الا تحت جمهوره. وبعدين اخذ قبل لا يشتري. طبعا هو دائما ابو شاري معروف انك تاخذ راي طبعا الامور خاصه الطريق. الو حياك الله. الله بالخير يبا. حياك الله. شلونك اخوي مسفر؟ الله يخليك. كيف حالك؟ طول عمرك. تمام ان شاء الله. الله يسلمك. والله اخوي مسفر طبعا احنا اتصالنا هذا بخصوص ابو ثمان الكويت طبعا. حياك الله يا رب. ابو ثمان الكويت ما شاء الله عليك انت فعلا اذا قال الواحد يشتري طير يعرف ياخذ، يعرف يشتري، يعرف ينقي الطير اللي يوز حق ربعه ويوز حتى حق نفسه يعني وناسته ويجزم عليه انه يشتريه. ما شرى الا عارف ان الشيء هذا الطير هذا زين ولا ما شرى الواحد صح ولا لا؟ الله يجزاكم خير. فاخوي الله يسلمك اخوي مسفر انت انا سمعت انك رديت من سفر بالموسم. قال لي بك تبيع. قلت اول شيء قيم الطير هذا لو عندك كم تبيعه؟ قال ابيع ب10. قلت بس انا بعت لك ب5.5 يعني كذي انا ما قصرت فيك. والله ما قصرت. هو ابن حلال والله ما قصر. قال عز الله بيض الله وجهك وهذا. قلت اول شيء قيمه
وجا حمام ومر عليك حمام. قال لي انا ب10. قلت اشوف انت تقول ب10 طيب انا بديك ب5.5. هذا شيء طيب منك انت رجل فعلا صارح. الله يجزاك خير. وفعلا الطير انباع ب12,000 لا اله الا الله، وندفع فيه مبلغ مو سهل حتى لو كان على السنافقات. على السنافقة ما قصرت ترى مع جمال. القيمه يعني ما تعني عندك شيء ودك تقوله ودك تضيفه؟ والله اتمنى بس ان شاء الله وان اخوي ابو مشاري طير ان شاء الله انه يتوفق فيه. بتمنى يعني من الرواد من اهل الهوايه ان شاء الله الصبر شوي بس الصبر ان شاء الله ان الطير يركض ويتوفق فيه ابو مشاري ان شاء الله عشان يشوفون يعني يشوفون الصوره اللي انت ذكرتها اللي احنا قاعد نتكلم عنها عشان يقول لها مبالغه ولا هذا الواحد ودنا انهم يتوفقون فيه عشان طبعا بس يبي الصبر ويبي الواحد يتركز لان الهواة مشكلتهم تدري شنو مشكلتهم؟ مشكلتهم ما فيهم صبر كل عجله. فاحنا قلنا نقول العجله ما وراها الا الندامه. صح. الله سبحانه وتعالى لما يقول حق عبده شوف انا ما اعرفك واتشرف معرفتك. الله يجزاك خير. دائما اقول حق مشاري وانا راح اقول والله ودي اشوف مسبر. الله يطول عمرك. ودي اقعد وياه ودي اسولف وياه. تدري ليش؟ تدري ليش؟ لان هذا الاتصال لو تجيبه بعد 15 سنه انا اقول لك الحين 15 سنه تجي بعد 15 سنه تدش على اليوتيوب عليك بس انك تطق بيع بوثمان تلقى مسبر قدامك. الله اسمعك وفعلا اقول الشخص هذا احنا ما زلنا شفت الشخص هذا هو اللي سوى بصمه بالهوايه. الله احنا ما زلنا اخوانكم صغار ونتعلم منكم. لا ما خير وبركه والله يجزاكم خير. ترى الفهم والهوايه ما لها سن معين. دائما الهوايه هني مخ. الله يطول. نظر عين في عيون ناس تنظر طالع يقول فعلا انا ابي هذا. شوف انت رحت حق بريشه اتجهت خط ثاني رحت حق بثمان بعدين. ترى هذا شفته لما انت تاخذ وتنقي لما انا طير لك وتنقي انت شطاره. هاي شطاره منك يسمونها. فعلا الهوايه فعلا الهوايه اللي تستفيد تاخذ من خبرات امثالك الطيب. الله يطول عمرك ان شاء الله. الله يطول عمرك. مشكور اخوي. الله يجزاك وما قصرت ونشكرك على الاتصال. الله يجزاكم خير وما تشوفون شر ان شاء الله. حياك الله. الله يسلمك. مع السلامه. الله يسلمك. مع السلامه. يسلمك. كيف حالك اخوي؟ يا هلا وخلا. خير بشتك الحمد لله. والله يا ابو سعود احنا ترى الحين حاليا مسوين احنا حلقه خاصه حق بثمان الكويت. فتعرف احنا دائما الطير الزين لازم كلنا نتبعه. وانت طبعا من اهل بوطه البر الثامن وطبعا كان الطير موجود عند اخونا مسفر. اي نعم. كان الطير عند اخونا مسفر. اي نعم. فانا صراحه كل من قال لي اكثر شيء يعني اللي الطير هذا اول واحد شافه واول واحد امدحه كل ما اسال قالوا لي ابو سعود. طبعا اتخاذ اللذيذ اخونا طبعا غني عن التعريف. الله يسلمك. والناس طبعا تاخذ بشهادتك تاخذ بشورتك. ما عليك. دائما انت رجل فعلا صاحب امانه يعني. الله يسلمك. ما عليك زود انت الربع. الله يسلمك يا ابو سعود. بغينا احنا بس نسال عن بثمان الكويت. اول شيء هلا اخوي ابو نواف، فرصه سعيده اللي سمعنا صوتك. الله يسلمك. بالنسبه حق بثمان الكويت اللي هو طير مسفر البطي ابو عثمان 60 نعم من رجل كان يستاهل كل الخير. ذكر الطير عدة مرات كذا ديوانية قالوا له نتمنى انك تشوفه كذا يعني. المهم صارت دعوة عليه دقوا عليه تليفون قالوا لي تعال ترى الرجال بيطير الطير. الشهادة لله اني انا اول مرة اشوف يعني ابو عثمان او انه ثاني مرة يمكن تقريبا حتى ما في معرفة بيني وبينه. طير الطير جميل لأبعد الحدود.
كلفته بالطيار هذا 5000 دينار، وقال لي ارد لك خبر. ما صار نصيب. بعد صار كان معانا اخوك عادل السنافي، هو اللي دق لي علي تليفون وقال لي ترى بيطيرون بثمان ويا ليت تجي يا ابو سعود تشوفه. جيت وشفته فعلا، يعني كان كلام اخوي ابو نواف من محله، راح مستوى راقي كلش لابعد الحدود، وشراه الله يوفقه ويبارك له. بعدين ثم باع على جمال خورشيد الله يبارك له ويوفقه. بصراحة هذا الطير يعني الكل يتمنى يشوفه، الكل يتمنى انه يجني هالطير. اي نعم. ابو سعود اخوي الحمد وضعه جيد، بس باقينا ناطرين الهواء والله احنا والفرصة والتجهيز. نوريه بعد. احنا اول ناس اول ناس احنا بنمرك ان شاء الله ونسير عليك. عزيز احنا ليش والله وناستنا اذا سيرنا، وناستنا اذا افترينا، اذا تآزرنا، حلينا ايد واحده. اي نعم. صدقني والله اصعب اهل الحرام ناس فيهم الكرم وفيهم الجود وفيهم لا صار نعم ربعنا كلهم طيبين، لا صار عزة عند وجهك، لا صار فرح عند وجهك. والله كلهم هذا اللي احنا طيبين. عرفناه. هذا اللي ومن يبدا الموسم ينتهي كل خلافات ولا غيره ولا شيء ان شاء الله ما راح نتواجه ويا بعض ونشوف بعض وراح يطيح كل الحطب سواء معايا ومع غيري. تمام. حالاته انسان قلبه طيب ونظيف يعني تلقى الناس بكل احترام تقدير، واللي يحترم الناس يحترمونه. وبقول لك بالنسبة حق الشبرمي أنا أتكلم هذا طيري وأنا أبخص وأنا أعرف. وبالنسبة حق الحمام الزينة لازم تسمع في مجموعة راضية، مجموعة منتقدة، مجموعة لابد يعني هذا لابد. هذا من خلقة الدنيا. قبل لا حنا نطير وقبل لا يعني على قولتهم تصير عندنا حمام مشاهير او نشوف الحمام المشاهير. البشر القلوب مختلفة وما تقدر تدقق وتصلح الامة هذه. صدقني ثق بالله احنا لما نجي مر ابو سعود والله يا جماعة احنا الشخص لما يفتح دوانيته يفتح قسيمته، تعالوا عندي يا العشوات ما شاء الله والغدوات بالشتاء والجمعة يا جماعة والله الربع ثق بالله ان ما تحد. لا والله ان الشخص بنية بيته احنا الثامن نقص تقريبا حول 80 كيلو، نهد 80 كيلو هد اهالينا وهد عيالنا ونجي بالبر هني على اساس انه يشوفوا التجمع هذا. وانت يا ابو سعود واحد صراحة الواحد ياخذ منك شهادة والله تنحط وسام على صدره. الله يجزاك والله بدون مجاملة، والله بدون مجاملة. الله يرفع مقامك. والدليل على ذلك انه في حمام طلعت لي مشاهير وتكلمت فيها يا ابو سعود ووصلت دول الخليج، حتى دول الخليج الناس قاعد تسأل عنها. يعني شوف وين توصل. نعم. وصلت الدول المجاورة حتى صوتك وصل هناك. الله يسلمك. هذا الشيء يدل ان شوف مو طيرك، هذا مو طيرك، هو انت ما تملك منه شيء ولا هو طيرك، وصلت دول الخليج. يعني هذا الشيء يا جماعة لازم يحسب حق الشخص. الله يسلمك. يحسب الامانته، يحسب ان فعلا الشخص هذا نظيف. فابو سعود احنا شاكرين لك. الله يسلمك. واتصالك فينا هذا طبعا يعتبر لنا نجاح كبير للبرنامج. الله يبارك لك. طبعا وان شاء الله بحيل الله راح يكون لنا لقاء ان شاء الله لك على الشبرمي وعلى الحمام الباجي لتكمل شهادتك وتكمل امانتك يا ابو سعود. مشكور وما قصرت يا ابو سعود. جزاك الله خير. سلام الله يا اخي. مع السلامه. الو ابو مشاري. هلا والله. شلونك اخوي؟ حياك الله. مساك بخير. طول عمرك. تمام ان شاء الله. هلا ابو نواف. ايه اخي مجبل عليك يا اخوي الموسم، عسى الله يوفقك. الله يوفق الجميع ان شاء الله يا اخوي. والله ابو مشاري انت شفت البرنامج طبعا الحلقه؟ اي نعم. وطبعا اللي شاركوا معك في الحلقه بالاتصال تليفون عدل. طبعا الاخوان ما قصروا دقوا تليفون سيده مباشره. عدل. وطبعا اول شيء من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
احمد ربي واشكره، ومن ثم اشكر كل من قال كلمة حق، كل من وصل امانة. الكلمة امانة، والشوفة امانة، كل شيء امانة. هذول ناس انا اعتز فيهم واقدرهم وتقديرهم على العين وعلى الراس. انا اشكر اخوي مسفر البطي، الله يجزاه خير. اشكر اخوي خالد اللذيذ، الله يجزاه خير. واشكر اخوي عادل السنافي، واشكر اخوي عبد الله فلاح ابو علي. يعني كلمة شكر شوية بالنسبة لهم، عليهم شوية كلمة الشكر. يعني احنا نقول الشوفة امانة والكلمة امانة. لما تيجي تنقل كلمة، لما تيجي تنقل شوفة، يكفي انك انت تحس فيها قبل لا تسمعها. كل الشكر لهم والتقدير والاحترام. ما اقدر بعد اكثر من كذي. يعني ايش اقول؟ عسى الله يجزاهم الف خير. انت ما قصرت ويعطيك العافية. الله يعافيك. مجهود صراحة. يعني انا ادري ايش كثر تعبان وايش كثر تعبت، لكن لا واحد يستاهل يا ابو مشاري. انت تستاهل وربعنا يستاهلون، والكل احنا نقول عسى الله يوفق الجميع ان شاء الله، وموسم طيب ويوفق كل مجتهد، ولكل مجتهد نصيب ان شاء الله. والله ما يضيع تعب كل مجتهد ان شاء الله. والله يا ابو مشاري كلام طيب صراحه منك، وهذا الشيء يدل لا زالت الاخوه موجوده، ولا زال الصدق موجود، والحمد لله رب العالمين. ان الله سبحانه وتعالى اليوم انه بارك لنا بحلالنا، وبارك لنا بالهوايه اللي ماشيين فيها احنا بالصدق والامانه. هذه صراحه شيء، هذا المشجع، هذه الاخوه، هذا اللي احنا نعرفه، عرفناه من سنين. يعني الناس احنا خذينا تعلمنا من ناس، والناس استمرت وعلمتنا، واحنا نتعلم ولا زال الناس تتعلم. ما فيها شيء، ما في عيب الواحد لما يتعلم ويكون الهوايه فعلا لها تطور من وراء. طبعا مثلك وشرواك الواحد يعتز ويتمنى ان يكون هالانسان هذا معاه بالهوايه. بالعكس هذا شيء يشرفنا يا ابو مشاري. الحين احنا مجبرين على الموسم ان شاء الله يا ابو مشاري، واسال الله يوفقك. وصراحه حقيقه احنا نتمنى ردتك بالسلامه ان شاء الله، وتكون معانا ان شاء الله بالشتاء هذا باسرع وقت ممكن ان شاء الله. ما شاء الله ترد بالسلامه من بعد العلاج ان شاء الله، وما تشوفون اي شر يا ابو شاري. الشر ما يجيك، ومشكور والله يجزاك خير يا ابو نواف، والله كثر من امثالك. وانا اكرر شكري وتقديري واحترامي للجميع. في ناس ينحطون على الراس. والله من طيبك تقدير والاحترام، تستاهل والله يا ابو مشاري. وتقديرهم هذا اكبر فخر لي واكبر وسام لي. تستاهل. كلمتهم بس، الكلمة تكفي. وانا اقول الله يجزاهم خير، وان شاء الله الله يقدرنا على رد لو شيء جزء بسيط من الدين اللي برقبتي والامانة اللي انا شايلها حق الجميع. كل من وقف معاي، وكل من حتى لو بكلمة. ومشكورين يا ابو نواف، وان شاء الله بحيل الله نشوفك بهالموسم. على فكرة بس بقطع كلامك، ما اقطع كلامك الا بالخير يا ابو نواف. انا رحت سافرت كذا مرة للعلاج، شهادة لله سبحانه وتعالى. في ناس ما قطعوا مواصليني حتى وانا مسافر، ان كان باتصال وان كان بمسج، بكل طريقة كانوا متواصلين وياي حتى وانا كنت هناك، ويسألون عني واسأل عنهم. وهذولي هم، قلت لك انا هم اللي انا افتخر فيهم، والهواية تفتخر فيهم، مو بس انا، الهواية تفتخر فيهم. والله يكثر من امثالهم، والله يطرح البركة بالجميع ان شاء الله. نشكرك يا ابو مشاري اخوي على الكلمة الطيبة اللي قلتها، ونتمنى لك الشفاء ان شاء الله العاجل. مشكور اخوي وما قصرت. يعطيك العافية ومع السلامة. مع السلامة، حياك الله يا
نظر عيني مطير والعطش ويخضر الديرة حناتش يا نظر عيني مطير والعطش ويخضر الديرة حناتش شمع دال البيت شمع دال البيت ليه زيد علينا الليل تدبيره حناتش والسما سود اشوفش نايمة بغاضي حناتش والسما سود اشوفش نايمة بغاضي ونخلط ذوقت الارض حنيني ودرت لوين درت لوين درت لوين درت لوين ذاتي استمر شيرة حياتك يا نظر عيني مطير والعطش ويخبر الديرة حياتك يا نظر عيني مطير والعطش ويخبر الديرة حياتك شمع دان البيت شمع دان البيت اللي زيك عليك حناتش يا نظر عيني مطير والعطش ويخضر الديرة حناتش يا نظر عيني مطير والعطش ويخضر الديرة حناتش شمع دال البيت شمع دال البيت ليه زيد علينا الليل تدبيره حناتش والسما سود اشوفش نايمة بغاضي حناتش والسما سود اشوفش نايمة بغاضي ونخلط ذوقت الارض حنيني ودرت لوين درت لوين درت لوين درت لوين ذاتي استمر
اقول حق مشاري وانا راح اقول